حديث في التنمية. حديث في التنمية. حديث في التنمية، متابعة دورية لمسار التنمية عبر البلديات. مستمعي الإذاعة الجزائرية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية مسائية طيبة تأتيكم على أثير الإذاعة الجزائرية النصفي في عدد جديد من برنامج حديث في التنمية. حديث في التنمية سيقودنا إلى عروس السياحة الحموية بولاية سطيف وبالمنطقة الشمالية الغربية بالتحديد، بلدية حمام قرقور التي تستعد كالعروس لموسم اصطيافي سيكون ناجح بإذن الله تعالى، خاصة مع هذه الأجواء التي أعادت الربيع إلى ما كان عليه. سعداء أن يكون ضيفنا اليوم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حمام قرقور سي فتح بن خولة. أسعد الله مساءك بكل خير، شكرا على قولك دعوة إذاعة الجزائر المصطفى. السلام عليكم، الشكر موجه لكم على هذه الاستضافة لتقديم كافة توضيحات المواطنين الكرام على تراب البلدية. رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حمام قرقور، نحن نعيش نفحات طبعا شهادة البكالوريا، كيف هي أجواء هذا الامتحان هنا عندكم؟ ربما عدد المراكز التي خصصت في ذلك. شكرا. بادئا بنتمنى توفيق لكافة أبنائنا المتمدرسين في الامتحانات الرسمية، أما فيما يخص الظروف، ظروف مواتية، كافة الشروط تم توفيرها من حيث النقل المدرسي، نقل حتى الحراس، الإطعام، الإيواء. مركز واحد متواجد على مستوى بلدية حمام قرقور وهي متوسط عيسى حطوي، تستقبل ممتنحيني ومتمدرسي بلدية ذراع قبيلة وبلدية حمام قرقور. الأمور تسير في ظروف جيدة جدا والحمد لله. كما على مستوى البلدية تم تسخير نائب مكلف بالسهر شخصيا على توفير كافة الظروف وكافة متطلبات السير الجيد لهذه الامتحانات. طيب، وباعتبار بلدية حمام قرقور مترامية الأطراف بالنسبة للقرى والمشاتي، أكيد كنتم حريصين في ما يخص قطاع النقل وكذلك الإطعام، خاصة أن ضيوفكم كذلك من ذراع قبيلة هم بين أيديكم يعني آمنين. شكرا. في هذه الأمور تم تقديم تسخيرات لكافة الناقلين الخواص بالإضافة إلى حافلات البلدية من أجل نقل الطلبة المتمدرسين على مستوى البلديتين، وكذلك الحراس، الأساتذة الحراس الذين أتوا من عدة بلدات مجاورة مثل جنزات، حربيل وبقعة. لحد الآن أجواء الامتحان تسير في أجواء هادئة الحمد لله. لم نسجل أي شكوى أو أي تذمر من طرف سواء رئيس المركز أو المواطنين أو من طلبة التلاميذ الذين نتمنى لهم كل التوفيق والسداد. إن شاء الله الأفراح في كل البيوت والزغاريت نسمعها في شهر جويلية بإذن الله تعالى من الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2023. طبعا ومن بوابة البكالوريا نلج قطاع التربية والتعليم في بلدية حمام قرقور. كيف هي أحوال هذا القطاع؟ ربما هل فيه مشاريع مستقبلية في أقسام توسيعية أو مؤسسات تربوية جديدة، مطاعم، هياكل؟ شكرا. كما تعرفون بلدية حمام قرقور هي بلدية مستقطبة للسكان، خاصة أنها بلدية مقر دائرة نسجل فيها نمو سكاني متزايد من سنة لأخرى، نازحين من عدة بلديات مجاورة لنا. عدد المدارس حوالي 13 مدرسة عبر تراب البلدية، متوسطتين وثانوية واحدة. فيما يخص العمليات التهيئة التي تقع على عاتق البلدية، سجلنا فيما يخص عملية ترميم المدارس الابتدائية، قمنا بترميم 10 مدارس ابتدائية بمختلف الأشغال، الساحات، قاعات الإطعام والأقسام تمدرس. كما قمنا في إطار تعليمات سيد رئيس الجمهورية والسيد والي الولاية بتوفير أحسن الظروف بتسجيل عملية اقتناء الأدراج فيما يخص الكتاب الثاني للمجتمع حتى يتم تخفيف الحقيبة المدرسية. إن شاء الله كل مدارس ستستفيد من الأدراج مع
مع الدخول المدرسي 2023-2024 إن شاء الله. ماذا عن الموسم الفارط؟ كنتم مشيتوا في هذا نعم جزئيا تم اقتناء الأدراج جزئيا حسب الإمكانيات البلدية. الآن تم تسجيل عملية من ميزانية الولاية، والحمد لله المزود قام بتزويد المدارس بهذا العتاد الذي سيستعمل إن شاء الله بداية من الدخول المدرسي القادم إن شاء الله. هل هناك مدرسة نموذجية تم فيها تطبيق نظام التدريس بالألواح الإلكترونية؟ نعم في هذا المجال تطبيقا لسياسة الدولة الجزائرية استفادت ابتدائية على مستوى قرية حمزات حميدي جودي بحمزات من استعمال ألواح الإلكترونية في بادرة أولى إن شاء الله على المستوى البلدية لتعمم إن شاء الله في القريب العاجل. قيمتم التجربة في موسمها الأول طبعا؟ نعم حسب المختصين إن شاء الله ناجحة والحمد لله، في انتظار إن شاء الله تعميمها على كافة المدارس سواء حسب إمكانيات البلدية أو إمكانيات ميزانية الولاية أو ميزانية قطاعية على مستوى وزارة التربية إن شاء الله. رئيس بلدية حمام بالقرقور، نكمل الحديث عن أبرز المشاريع المسجلة في قطاع التربية. مشاريع التربية المشاريع كانت عبارة عن ترميمات. عملنا كذلك راسلنا الجهات الوصية من أجل إضافة أقسام توسعية. مثلا في أين؟ في ابتدائية أولاد عياد التي تعاني من اكتظاظ، ابتدائية بوفروج مركز كذلك تعاني من اكتظاظ. اقترحنا إنجاز مجمع مدرسي جديد بحي لاباز الذي يحوي حوالي 2000 و 2500 ساكن إن شاء الله. في هذا المنبر ندعو السيد الوالي الولاية للاستجابة لهذا المطلب. كذلك في إطار ميزانية البلدية قمنا بإعداد دراسة تحويل محلات الرئيس على مستوى واد السبت إلى ملحقة ابتدائية للقضاء نهائيا على الاكتظاظ الذي تشهده هذه الابتدائية. الأمور تسير في الطريق السوي إن شاء الله. طيب بديتوا في إجراءات طلب تحويل هذا الهيكل؟ نعم الدراسة تم الانتهاء منها منذ حوالي أسبوع. تمت مراسلة إن شاء الله في غضون هذا الأسبوع سيتم مراسلة طلب تسجيل السيد والي الولاية، نتمنى أن يحظى بالموافقة إن شاء الله. طبعا هو أحد الحلول من أجل تخفيف الضغط على المدارس الابتدائية. قلت بأنه هناك مدرستين تعانيان الاكتظاظ، وهي مدرسة ولاد عياد وكذلك أبو فروج. إذن هما مدرستان تعتمدان على نظام الدوامين، نظام الدوام الجزئي. حاليا نأمل ونصب إلى تحقيق التمدرس العادي إن شاء الله. طيب بخصوص المطاعم المدرسية التي تلح السلطات العليا على تحسين ظروفها. نعم بخصوص بلدية حمام قرقور تتواجد عبر 13 المدرسة 10 مطاعم مركزية يعني مجهزة، واجدة في 3 مدارس أخرى ليس العدد كبير من مطر إلى الإطعام في قاعات تدريس مجهزة على شكل مطاعم. الوجبة محسنة إلى حد بعيد، خاصة مع القرارات الأخيرة السيد رئيس الجمهورية الذي رفع من قيمة الوجبة إلى حدود 72 دينار، والحمد لله الأمور تسير في ظروف جيدة جدا وستتحسن إن شاء الله في قادم المواعيد، خاصة مع الاتفاقيات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ مع التسعيرة الجديدة إن شاء الله. طيب كل المدارس يأكل أبناؤها وجبات ساخنة؟ نعم 100% والحمد لله كل المدارس يتناول أبناؤنا فيها وجبات ساخنة وصحية ومتكاملة. ماذا عن المدارس التي يأكل فيها أبناؤها طبعا في حجر أو ربما أقسام ولا تملك مطاعم مدرسية؟ إن شاء الله نصب إلى تسجيل مطاعم مدرسية. ما هي هذه المدارس؟ مدرسة بليل إبراهيم بيروطانت كورت، مدرسة وجهان الأخضر بن نعايج، مدرسة السوالم، ومدرسة فيرات. وهو عدد التلاميذ بالمناسبة ليس كبير جدا، أقصاها 60 تلميذ. وبالتالي قدرتوا تتحكموا في هذا النقطة، وتم افتتاح حجرة أو حجرتين لتحويلهما كمطاعم مدرسية مجهزة. جيد. ألم تعترضكم مشاكل فيما يخص النقل المدرسي؟ كل الأمور تمام في خلال الموسم المنقضي وكذلك ترتيبات الموسم الجديد المقبل؟ فيما يخص النقل المدرسي حوالي 29 ناقل
يسهرون على توفير النقل لحوالي 3000 تلميذ عبر تراب البلدية عن طريق طبعا اتفاقية الخواص حافلات البلدية. الحمد لله 4 حافلات كلها في الخدمة وتقدم خدماتها لأبنائنا التلاميذ من دون تسجيل أعطال. أكيد دون تسجيل أعطال الحمد لله. إذن القضية متحكم فيها. كم عدد الاتفاقيات التي الممضات مع الخواص؟ 19 اتفاقية و29 ناقل. تغطية شاملة لكافة الخطوط. أتمنى لكم التوفيق، وأتمنى طبعا التوفيق لأبنائنا وبناتنا التلاميذ، ونتمنى معدلات مشرفة إن شاء الله في مختلف الامتحانات، خاصة الامتحانات الرسمية، شهادة التعليم المتوسط وكذلك شهادة البكالوريا. ولما لا سنزوركم يوما هنا لربما زيارة الحاصلين على المعدلات المشرفة جدا في ولاية سطيف. طبعا الحديث عن حمام قرقور يعني لا يمكن أن نتحدث عن هذه البلدية دون أن نتحدث عن قطاع السياحة. حمام قرقور الثالث عالميا ويستقطب سنويا عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من السياح. بلدية حمام قرقور وكغيرها من البلديات تستعد لاستقبال موسم الاصطياف الذي طبعا يشهد له الجميع بإقبال كبير للسياح هنا في بلدية حمام قرقور. ترميمات مؤخرا على مستوى الحمام التقليدي، حملة تنظيف واسعة شهدها الحمام الروماني، وفوق ذلك وبعد طول انتظار منطقة التوسع السياحي يتم رفع التجميد أو ربما العراقيل عنها. أكيد كل هذا بفضل مجهودات الجميع، وأكيد ستوجز لنا بالأرقام أهم تفاصيل المشهد السياحي بالبلدية. مشكور أخ رياض تقديم هذه، سمحت لنا تقديم هذه التوضيحات للمواطنين. كما تعرفون أن الأزمة الصحية العالمية أثرت بشكل كبير على بلدية حمام قرقور. جائحة كورونا نعم خلفت أضرار على البلدية، على عائداتها المالية، على المواطنين، على التجار، على الناقلين، على كافة الأطراف. إذن بعد زوال الجائحة أخذنا على عاتقنا إعادة تأهيل الحمام المعدني التقليدي سنة في السنة الأولى مع المستأجر، حيث فككنا ألغام العقود الإدارية معه والاتفاقيات، وتم التوافق معه إلى فتح الفردي للحمام. بعده في هذه السنة لجأنا إلى الفتح الجماعي، والحمد لله تم كراء الهيكل والحمام المعدني التقليدي ومرافقه بمبلغ يفوق 7 ملايير، وهو عائدات توضع لصالح التنمية المحلية. وربما هو مبلغ كان من طموح والي الولاية، طموح السيد والي الولاية، قدمنا له تعهدات في هذا الخصوص، وهو مشكور وجديد شكري وامتناني له على الدعم والمرافقة التي نحظى بها من طرفه. كل الدعم وجدناه منه والحمد لله. كانت فيها استجابة والحمد لله. فيما يخص الترميمات، كل العراقيل الإدارية التي منعتنا بالقيام بالترميمات، فلجأنا إلى حلول إدارية وتقنية سمحت لنا بإعادة تهيئة الحمام المعدني، خاصة جناح الرجال كاجتهاد طبعا، كاجتهاد نعم، بمبلغ 500 مليون سنتيم لتلميع صورته وتحسين مردودية المياه، تجديد قنوات المياه، تجديد وتهيئته داخليا وخارجيا، ولإعطاء نظرة جيدة للسائح الذي يأتي إلى البلدية. حتى المنسوب يعني ارتفع بشكل كبير. نعم. وين كان يروح المنسوب فيما سبق يعني؟ للأسف الشديد القنوات كانت تعاني من انسدادات نتيجة تراكمات سنوات وسنوات ترسبات التربة، فقمنا بإزالتها وتجديدها بمجهود فردي من طرف عمال البلدية. بالتالي يعني سبحان الله حلول يعني بسيطة جدا تعيد المياه إلى مجاريها وبالقوة اللي كانت عليها، خاصة أنه المياه يعني فيها كلس وفيها كبريت وكذا، يعني كل ما طولت عليه كل ما كانت القنوات عرضة للانسداد. أكيد. الآن أملنا في السيد والي الولاية ومدير أملاك الدولة، توجهنا له بطلب وملف كامل من أجل تسوية ملف العقار الذي يسمح لنا بتهيئته
وعصرنته بما يحقق طموحاتنا نحو عصرنة هذا الحمام واستغلال حمام تقليدي. نعم. لكن الرئيس بين قوسين هناك يعني حتى يعني في الدول الكبرى والمتقدمة دائما تريد الحفاظ على الجانب التقليدي للحمام. يعني لا أدري ماذا كنت تقصد بالعصر بالذات. أكيد إعادة تهيئته مع الحفاظ على النمط المعماري التقليدي، وحتى نراعي القدرات المالية للوافدين إليه. كل هذا أملنا في تسوية العقار الذي يسمح لنا بعصرنته وإعادة تهيئته، خاصة جناح النساء المهدد بالانهيار للأسف الشديد. طيب جناح النساء وهي نقطة مهمة جدا، هو متواجد في هيكل نستطيع نقول بأنه هش كما نقولوا ريتشوسي، يعني تحت أرضي. يعني في هذا الخصوص هل قمتم ربما بخطوات في هذا الشأن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولعدم حرمان نساء المنطقة من حمام تقليدي شفائي علاجي؟ أكيد المستأجر في هذه النقطة مشكور على الجهود التي يبذلها هناك، ويقوم بإعداد ترميمات من ماله الخاص للحفاظ عليه وتقديم خدمة استجمامية وصحية للنساء. كذلك نحن أخذنا بعين الاعتبار في حالة تسوية وضعية العقار من طرف مديرية أملاك الدولة باستغلال الحمام المعدني الروماني التقليدي القديم كجناح للنساء في حالة القيام بأشغال تهديم لجناح النساء وإعادة بنائه من جديد إن شاء الله. الحمام الروماني الأثري القديم اللي المتواجد أمام موقف السيارات؟ لا أسفل أمام الجسر. اتفقنا أمام الجسر. يعني تريد يتم تحويله مؤقتا إلى جناح للنساء في انتظار إن شاء الله تهديم جناح النساء وإعادة بنائه من جديد إن شاء الله. وهذا طبعا بعد رفع العراقيل وكذلك بعد رفع العراقيل الإدارية إن شاء الله خاصة بوثيقة الخاصة بامتلاك العقار إن شاء الله. على ذكر الحمام الروماني القديم اللي استوقفني، هو من المعالم يعني التاريخية والسياحية المميزة في المنطقة، لكن للأسف تعترضه بعض التسيبات بين قوسين. مؤخرا أشرفت ربما بعض الجمعيات بالتنسيق مع البلدية على حملة تنظيف واسعة. ألا تفكر البلدية في ربما تحويل هذا القطب إلى مكان يقصده السياح، خاصة وأن فيه رائحة الحمامات الرومانية القديمة جدا؟ أكيد أخذنا هذا بعين الاعتبار ورسلنا السلطات المختصة على رأسها من مديرية الثقافة ومن أجل تصنيف وإيلاء العناية الكاملة للآثار المتواجدة هناك. تم إفادة لجان عدة بالتنسيق مع مصالح البلدية، وتم إعداد بطاقة تقنية في انتظار التكفل المالي بها. ما من حيث الصيانة الدورية والنظافة فهي نقوم بها حسب الإمكانيات المتاحة سنويا. طيب إذن فوق الحمام الروماني هناك كذلك مناطق أثرية أخرى؟ أكيد حمام قرقور منطقة تاريخية غابرة في الزمان، تملك الكثير من الآثار التي تضرب في تاريخ الجزائر وتبين مكانته الحقيقية. إن شاء الله مع التنسيق مع مديرية الثقافة والمتحف العمومي الوطني بسطيف إن شاء الله سنبرمج له خرجات ميدانية من أجل التصنيف واستخراج الآثار المتواجدة هناك والتكفل بها إن شاء الله في أحسن الأحوال لجعلها مزار للباحثين في التراث والتاريخ. جيد. وحتى أنه الحمام الروماني وهذه الأماكن في حالة تم تهيئتها ستدور مداخل إضافية للبلدية. أكيد يعني في إطار 8 ممتلكات إن شاء الله، 8 ممتلكات المادية واللا مادية التي تحتوي على بلدية حمام قرقور إن شاء الله سنسجل لها عملية من أجل تهيئتها وجعلها مورد مالي ومعلم ثقافي لبلدية حمام قرقور. تحدثت قبل قليل وقلت رئيس البلدية أنه كانت هناك لجنة قامت بكل هذه المهام. هل هي لجنة خاصة بالبلدية وربما فيها قطاعات حتى من الولاية؟ لا، حتى نكون منصفين. هي لجنة من عدة مختصين من المتحف العمومي سطيف وكذلك من مديرية الثقافة بالتنسيق مع المصالح التقنية للبلدية والدائرة. وقد رفعت ملف في هذا النقطة بالذات؟ نعم، في هذا تم رفع تقرير مفصل استدوال الولاية من طرف مدير الثقافة السابق وإعداد بطاقة تقنية للتكفل المالي بإعادة تهيئة هذا المكان إن شاء الله.
خطوة مهمة جدا رئيس البلدية. الحديث عن الماضي يقودون الحديث عن الحاضر والمستقبل. طبعا منطقة التوسع السياحي التي انتظرها الجميع ترى النور بعد سنوات من الغموض. أين وصل الملف؟ الحمد لله فيما يخص القسم الخاص بالبلدية بعد سنوات وسنوات تمت المصادقة سنة 2022 على مخطط التوسع السياحي رسميا من طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي بعد رفع كل التحفظات المسجلة عليه، وتم إرساله إلى مصالح الولاية ومنه إلى مديرية السياحة لإتمام الإجراءات الإدارية إن شاء الله. إذن كل شيء في الطريق الصحيح إن شاء الله. إن شاء الله الملف متواجد الآن على مستوى مديرية السياحة، يرسله إلى مجلس الوزراء المصادقة عليه، وبداية بأشغال تهيئة في منطقة التوسع السياحي إن شاء الله. جميل جدا. هناك كذلك ميزة فيما يخص بلدية حمام قرقور قبل أن نبتعد عن قطاع السياحة والثقافة وكذلك التاريخ، قضية زربية القرقور، وكان فيه خطوات ربما لإعادة إحياء صناعة هذه الزربية والمصنع، وحتى النساء كنا يعني مستعدات لمساعدتكم أنتم كهيئة تنفيذية هنا في البلدية. هل مازال اهتمامكم بهذه النقطة؟ أكيد من ناحية ثقافية نهتم بهذا، لأنها علامة مسجلة بحمام قرقور ورمز من رموز البلدية. لكن من ناحية الاقتصادية حسب تقويم المختصين هي مكلفة جدا. زربية القرقور نعم مكلفة جدا، يصعب تسويقها محليا، وهي كذلك بقيت في أدراج وخزائن المؤسسات الثقافية والجمعيات، في انتظار إن شاء الله إيجاد صيغة من طرف التقنيين والمختصين لإنقاص من تكلفتها لتكون في متناول المريدين شرائها إن شاء الله. هل ربما اتصلتم بهذا المختصين، أو ربما عندكم احتكاك مع المصنعين اللي ممكن يعطوا صيغة كيف يمكن أن نحافظ على الزربية كزربية بمقوماتها ومكوناتها لتبقى طبعا رمز المنطقة؟ أكيد تم التواصل مع مديرية مع غرفة الصناعات التقليدية التي أخذت على عاتقها هذا الإجراء، وتم أخذ عينة من زربية القرقور، وإن شاء الله ننتظر ما سيوافوننا به من حلول لجعلها في متناول الجميع إن شاء الله. خاصة أنه حمام قرقور كانت طبعا تملك مصنع في هذا الخصوص، وكانت هناك دورات تكوينية أطرت حتى بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة بعث هذه الزربية. طبعا نبقى في جماليات هذه المدينة الجميلة حمام قرقور. واد بوسلام الذي يتحول إلى شاطئ عذب كذلك، هناك من يقصد حمام قرقور ليس من أجل الحمام التقليدي، وإنما من أجل واد بوسلام للاستمتاع بزلال ينبوعه ومياهه العذبة وجمال الطبيعة. أنتم هل فكرتم في هذا الواد ليكون في أحسن صورة يستقبل السياح؟ أكيد واد بوسلام بعد ما إحبان الله به نستغل في عدة أشياء، ولن تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب والحمد لله، كذلك يستغله الفلاحون في سقي مزروعاتهم ونباتاتهم وأشجارهم، كذلك الجانب السياحي كذلك الذي يقصده يوميا المئات من العائلات التي ملت من الغرف المظلمة في العمارات. في هذا الجانب الاضطرابات الجوية الأخيرة سببت لنا بطئا في عمليات تهيئة على مستوى الواد، أحدثت فيضانات أكيد في جوانب الوادي. إن شاء الله نحن في انتظار تحسن أحوال الجوية إن شاء الله، سنقوم بإعداد تهيئة طبيعية بإمكانيات البلدية حتى تحافظ على الوجه. طابع طبيعي وللواد لجعله منتزها طبيعيا للعائلات، من بينها إنشاء شلالات وإنشاء شلالات طبيعية وأماكن للسباحة للأطفال الصغار وللعائلات، حتى نتجنب المآسي التي كانت لنا سابقا نستذكرها، وفاة أحد أبنائنا في أحد الشلالات. هي حالات شاذة للأسف الشديد، حتى نتجنبها إن شاء الله في قادم. وفي هذا الخصوص يعني احنا رانا نشوف بلي هناك أحواض سباحة يقصدها كما قلت المئات بشكل متكرر. هل فكرتم في هذا الأمر أن تكون تلك الأحواض على الأقل مراقبة خاصة في فترات الذروة؟ أكيد نحن على أهبة استصدار قرار لمنع السباحة في الأماكن الغير مرخصة حتى نتجنب المآسي التي شاهدناها الموسم الماضي
نذكر كما قلت سابقا أنه وفاة أحد الأبناء هناك. سننجز أحواض سباحة مراقبة على مستوى حمام قرقور، مركز تكون مراقبة وأمام الأولياء وطبيعية تسمح للأبنائنا الذين لا يستطيعون الذهاب للبحار حتى انه السباحه في المياه العذبه لها نكهتها. اكيد نعم. اذا انتم ربما تنصحون بعدم التوغل اكثر في مضاق القرقور في المرتفعات بعيد عن الاعين. اكيد لانها مناطق صعبه وخطيره جدا وبعيده ولا توجد حتى مسالك للانقاذ. ننصح العائلات بمراقبه ابنائهم، وننصح الشباب بعدم التهور والذهاب لتلك المناطق. يعني نسمح لهم بالسباحه في الاماكن التي تكون تحت الاعين اكيد، تسمح للسلطات المختصة بالتدخل في حالة حدوث قدر الله أي حادث. بإذن الله تعالى نتمنى السلامة للجميع. طبعا هناك كثير المئات من العائلات تقصد حمام قرقور، ومن هنا تقصد الحمام التقليدي، وتقصد كذلك واد بوسلام، وتسور كذلك شواطئ بجاية، باعتبار أنه المنطقة قريبة من المنطقة عبر الطريق الوطني رقم 9 أو عن طريق الطريق الوطني رقم 75 أو الطريق الوطني رقم 74 اللي يربط ولاية سطيف ببجاية. رئيس طبعا الحديث عن وادي بوسلام بجماله ومتعته وسحره وكذلك عشق المواطنين له، نعود كذلك أن نتحدث عن وادي بوسلام في شق آخر. كانت سجلت بؤر تلوث لمياه هذا الوادي، والذي من خلالها استصدر قرار لمنع السقي المحاصيل الزراعية. هل هذا القرار ما زال ساري المفعول؟ وماذا أنتم فاعلون بخصوص النقاط السوداء؟ أكيد شكرا سمي الرياض. في هذا الجانب نقدم الشكر الكبير للسيد مدير الموارد المائية الذي تفاعل معنا في هذا الجانب إيجابيا، وتم تخصيص اعتماد مالي من أجل إصلاح قنوات الصرف الصحي التي تصب في واد بوسلام على مستوى بلدية حمام قرقور. الحمد لله المشروع بمبلغ حوالي 1.2 مليار و200 سنتيم، يعني إن شاء الله المقاول الآن بالتقريب 70-80% من نسبة الأشغال لربطه بإعادة ربطه المصبات النهائية بربطه بمحطة تصفية المياه بحمام قرقور. سيسمح للفلاحين على الأقل بالاستغلال الجزئي لهذه المياه في الفلاحة إن شاء الله، وكحلول كذلك مع مصالح الفلاحة التي تقدم كل الدعم لنا. تم اقتراح إنجاز أنقاب مائية أو حفر مائية غير بعيدة عن الواد من أجل استغلال تلك المياه في سقي المزروعات إن شاء الله كحل. أما السقي مباشرة من الواد فالقرار المنع لا زال ساري المفعول إن شاء الله. هل ممكن أن يرفع هذا القرار بعد ربما انتهاء من هذه الأشغال الصيف اللي رانا فيه يعني؟ إن شاء الله. في قدمنا دراسة وافية للسيد والي الولاية من أجل تنقية وتنظيف واد بوسلام في مقطعه المار عبر تراب بلدية حمام قرقور، الذي سيضر بمداخيل على الدولة ب12 مليار سنتيم، مداخيل من استرجاع الخشب المتواجد على مستوى الواد، ويسمح للمصالح البلدية ومصالح المواد بالتدخل لإصلاح الأعطاب المسجلة في قنوات الصرف الصحي. طيب في هذا النقطة درتوا دراسة، قدمتوا ملف؟ نعم الملف واجد جاهز موجود على مستوى مصالح الغابات من أجل إعلان المناقصة أو المزايدة من أجل قطع كافة الأشجار المتواجدة على حواف واد بوسلام، من يسمح لنا باسترجاع أولا الخشب الذي هو خشب صناعي 100%، استرجاع الأراضي حوالي 800 قطار صالحة للزراعة، كذلك استرجاع يسمح لنا بالتدخل لإصلاح الأعطاب المسجلة على مستوى قنوات الصرف الصحي وربط مصباتها بمركز التصفية، مما يسمح لنا باستغلال واد بوسلام فلاحيا وسياحيا. طيب طبيعة هذه الأشجار الصنوبر والصفصاف، وهي تم إحصاء
أكيد لدينا دراسة تم إعدادها السنة الماضية من طرف مجهود شخصي من البلدية إن شاء الله، متواجدة على مستوى مديرية الغابات للبث فيها. طيب، وهل هذه العملية لا تؤثر على ثروة الأشجار أو الغابة على ضفاف الوادي، خاصة أن الأشجار يزيد الجمال الوادي؟ أكيد فيها دراسة، تمت دراسة وراعت كل الجوانب في هذا المجال. جيد. رئيس المجلس الشعبي البلدي، موفق وإن شاء الله، خطوة كذلك مهمة جدا. طبعا ما دمنا تحدثنا عن وادي بوسلام والسقي، سنتحدث عن الفلاحة. كيف هو واقع الفلاحة هنا؟ هل هناك دعم؟ هل هناك تشجير؟ مسالك فلاحية جديدة؟ من خصوص المسالك الفلاحية سنة 2022 لم يسجل أي مشروع، تم تقديم طلبات وتسجيل طلبات المواطنين وتم إيداعها على مستوى مديرية الفلاحة. مدير الفلاحة وعدم إن شاء الله بأخذها بعين الاعتبار. كما تعرفون بلدية حمام قرقور تمتاز بطابعها الجبلي والسياحي والفلاحي، وفي هذا الخصوص تم إنشاء سوق أسبوعي على مستوى السبت لاستقبال منتوجات الفلاحين، خاصة في الصيف التي تعرف بالمنتوجات الفلاحية المتنوعة التي ينتجها فلاحو بلدية حمام قرقور. ومن لم يذق البطيخ الأصفر والفلفل، كيف اسمه الفلفل؟ بولحاف، وهو طبعا نوع من الفلفل الذي يستقطب المواطنين من ولايات عدة تأتي من لتلك المنطقة من أجل اقتناء الفلفل. ليس هذا فقط، بل حتى الطماطم والفاصوليا لديها نكهة خاصة جدا جدا، والذرة طبعا خاصة لما تكون مشوية، حتى التين والكرموس ما شاء الله، هي كلها منتوجات محلية. الكثير ممن يستصغر مثل هكذا التجارة، ولكن صراحة هو نوع من أنواع التجارة التي ترفع الاقتصاد الوطني وتحيي الاستقرار السكان في هذه المناطق، خاصة أنه خطوة السوق الأسبوعي كانت جيدة جدا. نحن نعرف أنه أغلبهم يعرضون على الطريق الوطني رقم 74. أكيد الفلاحين لقوا صعوبة في تسويق منتوجاتهم ولقوا عراقيل من حيث أماكن العرض. لجأنا رفقة مجلس الموقر إلى إنشاء سوق أسبوعي، والحمد لله هو مقنن الآن ويتم عرض فيه منتوجاتهم كل يوم سبت صباحا، والتي يلقى رواجا منقطع النظير والحمد لله. جميل جدا. طبعا قلت أنه لم تستفيد البلدية من مسالك فلاحية. لو مثلا استفدتم من مسافة معينة، الأولوية إلى ما ستتوجه؟ أكيد للفلاحين، أكيد للفلاحين عبر كامل تراب البلدية في كافة كقرية النعاج، العفايف، ولاد عياد، السوالم، لوطانة كرت والسبت، كلها مناطق فلاحية يستثمر فيها الفلاحون ويستقوتون بها، هي مصدر أرزاق الكثير من العائلات. رئيس البلدية، كنت تحدثت مع أحد المستثمرين في قطاع عصر وتسويق الزيتون في المنطقة في وقت سابق. قيل بأنه بلدية حمام قرقور عرفت يعني قفزة كبيرة في غراسة أشجار الزيتون في السنوات الأخيرة، لكن للأسف الشديد الحرائق أثرت نوعا ما. ممكن تحكي لنا على هذه النقطة بالذات، قضية غرس الزيتون، خاصة أنه الدولة أعطت دعم كبير في هذا الشق، وإضافة إلى بعض الأشجار الأخرى. احنا نعرفه باللي موجود هنا في النعايج الرمان، الإيجاص وما شابه ذلك. أكيد في السنوات الأخيرة شهدنا ثورة زراعية حقيقية على مستوى الفلاحين، خاصة بلدية حمام قرقور عانت أثناء الفترة سوداء، فترة الإرهاب، ومع عودة السكان عادوا لخدمة أرضهم، وتمت عملية غراسة أغلب الأراضي، كما تم استصلاح الكثير من الأراضي الغابية وغراستها بالأشجار التي تنمو في الظروف المناخية التي تسود هذه البلدية، خاصة التين والزيتون. للأسف شديد الموسم الماضي شهدنا الكثير من الحرائق التي أثرت على هذه النوع من الزراعة، لكن الحمد لله بالتنسيق مع مصالح الفلاحة وبالتنسيق مع مصالح الغابات تم تعويض أغلب الفلاحين وتقديم لهم كافة التسهيلات، والعملية تسير في أحسن ظروف، والغراسة خاصة مع الهطول الأمطار الأخيرة التي نستبشر بها خيرا والحمد لله
ستنبئ بإنتاج فلاحي إن شاء الله في المستوى، خاصة فيما يخص التين والزيتون إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. ما دام تحدثنا على الحرائق التي أثرت نوعا ما على هذا القطاع، أكيد قبيل الصيف لكم مخطط، خاصة وأن حمام قرقور والبلدية الجارة حربي للموسم الفارط عاشت السواد الأعظم. أكيد في هذا الجانب للأسف لدينا ذكرى مؤلمة مع الحرائق. الحمد لله استدركنا، ربي يرحم كل الشهداء اللي سقطوا فيها يعني إن شاء الله، ربي يرحمهم ويوسع عليهم. في هذا الخصوص تم اتخاذ كافة الإجراءات لعدم تكرار مثل هذه الحوادث، من بينها اتخاذ إجراءات وتوفير كافة الإمكانيات الضرورية لتجنب مثل هذه. من بينها هي تهيئة المفرغة العمومية التي تم إسنادها تسييرها لكوسات مؤسسة إيكوسات. إن شاء الله في القريب العاجل سيتم منحهم الأمر بالعمل إن شاء الله ليتولوا تسيير النفايات على مستوى بلدية حمام قرقور. ما زال ما بدوش. نعم، واقعيا في أرض الواقع بخيف من حيث جمع لم يتم، أما تسيير مفرغة فهم متواجدون على مستوى المفرغة ويسيرونها منذ شهر فبراير الفارط. جميل جدا، خطوة مهمة. طبعا الحديث عن القمامة يقودنا الحديث عن مركز الردم التقني. هو يعني سبحان الله حلم ليس فقط حمام قرقور، المنطقة الشمالية كليا. هل أنتم كسلطات محلية نسقتم مع باقي الأطراف ربما من أجل الاستفادة من هذا المشروع؟ شكرا. في هذا الجانب بادرت رفقة زملائي من بلدية بقاعة، بلدية بنو السين، عين الرواد، العقبيلة، حمام قرقور وحربيل وموكلان لإيجاد موقع ليشغل هذا المشروع. كانت لنا مجهود لاختيار أحد المواقع على مستوى بلدية ما بين بلدية بقاعة وحمام قرقور وموكلان. للأسف وجدنا فيه بعض العراقيل. تم اقتراح موقع آخر ببقاعة إن شاء الله، في انتظار إن شاء الله موافقة وتوفير الاعتمادات المالية إن شاء الله. إذن كان المشكل في العقار فقط؟ أكيد في العقار، أكيد الحمد لله. سيد والي الولاية أعطانا الضوء الأخضر وهو مشكور، سواء الوالي السابق والوالي الحالي مشكورين. الإشكال هو في العقار، وهو ما تعاني منه كل بلديات الشمال الغربي للولاية. طبعا خاصة يعني احنا نرى بأنه أغلب بلديات المنطقة الشمالية نفايتها ترمى وسط الحقول والبساتين والغابات للأسف الشديد. قبيل الصيف كذلك نتحدث عن الماء، عن الحياة. تساقط كبير للأمطار في الآونة الأخيرة أعادت الأمل بعد ارتفاع منسوب بعض الآبار والمنابع الطبيعية. أكيد هذا يبشر بالخير، وكذلك يعطي لكم الضوء الأخضر لكي تكثفوا العمل من أجل قضاء الصيف دون جفاف حنفيات. في هذا الجانب الحمد لله تمكنا بفضل المشاريع المسجلة والتي بلغ في يخص مخطط التنمية المحلي سجلنا 9 عمليات، وفي المشاريع القطاعية 4 عمليات بمبلغ تجاوز 20 مليار سنتيم. سمح لنا الحمد لله بالرفع من نسبة التزود بالمياه الصالحة للشرب عبر إقليم كافة البلدية، وأصبح 1/2 بالنسبة لكافة ساكنة البلدية الحمد لله. يعني هي قفزة مقارنة بالبلدية الأخرى، يعني راكم محققين الاكتفاء أعتقد. أكيد هذا الصيف سنحقق نطمئن السكان ونطمئن المواطنين عبر كامل تراب البلدية، حتى جزء من تراب بلدية بقاعة الذي يتزودون من منبع بخالفة بحمام قرقور أن الماء موجود والحمد لله، خاصة مع الخير الذي حبانا به الله مؤخرا والهطول الأمطار الغزيرة التي رفعت من معدل التدفق ومنسوب بعض الأبار. وفي هذا الخصوص أنوه بالجهود التي بذلها الخيرين على مستوى البلدية، وهم مشكورون على ذلك من خلال حفر 6 أنقاب مائية عن طريق التطوع لتزويد القرى والمداشن المعزولة بالمياه الصالحة والشرب. وين هذا؟ في لوطانة كورت الحمد لله
تم حفر بئر في التطوع تزويد ساكنة بالمياه، موجود على مستوى قرية السوالم، قرية فويرات، وقرية حمام قرقور بمنبع بئرين والحمد لله. والحمام مؤخرا هو في طور الإنجاز حوالي 80-90% من الأشغال. هؤلاء المحسنين تقدمون لهم كل التسهيلات لحفر الآبار؟ أكيد. وفي هذه أجدد شكري وامتناني للسيد مدير الموارد المائية على كافة التسهيلات التي قدمها لنا في هذا الجانب. ومحظوظة بلدية بوقعة، تحدثنا مع رئيس بلدية عين الرواء، يعني الماء يجي من البقعة من عين الرواء. تحدثنا مع بلدية بني والسين، قال بأنه مستقبلا بقعة كذلك ستشرب من مياه بني والسين، وكذلك اليوم نكتشف أنه كذلك جزء من الماء هنا من حمام قرقور يصل إلى ساكنة بقعة، وهذا شيء جميل جدا. هذا فقط سيدي زميلي رياض، أكثر من هذا بلدية موكلان 60% من سكانها يستفيدون من مياه بلدية حمام قرقور من خلال النقب المتواجد على مستوى قرية نعيج. وفي القريب العاجل إن شاء الله زرع قبيلة، ولما لا، الخير خير ربي سبحانه أكيد. ونحن ربي يبارك في هذا الخير إن شاء الله يا رب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أبوابنا مفتوحة لكل المواطنين وكل بلديات. السكان بلدية حمام قلوبهم كبيرة، والحمد لله في هذا الجانب لا يوجد أي مشكلة إن شاء الله. ما شاء الله. رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حمام قرقور، تحدثنا عن قطاع الموارد المائية. نعود إلى الحديث عن قطاع الصحة. الزيارة الأخيرة لوالي الولاية توقف كثيرا عند العيادة المتعددة الخدمات بوادي السبت والملاحظات التي وضعها في هذا الخصوص. هل هناك جديد بخصوص هذه العيادة بالذات، وما هو واقع الصحة بالبلدية؟ للأسف الشديد قطاع الصحة رغم كافة التطمينات التي قدمها لنا سيد والي الولاية وهو مشكور على ذلك، سيد مدير الصحة الوافد الجديد على الولاية، أتمنى أن يأخذ انشغالات الساكنة بعين الاعتبار. حاليا تم التكفل ببعض الانشغالات على مستوى البلدية، لا سيما العيادة المتعددة الخدمات بوادي السبت التي تستقطب مرضى عدة بلديات باعتبار موقعها الاستراتيجي على طريق الوطني رقم 75 الذي يربط عدة بلديات حتى بالبلدية العقبيلة وحربين كذلك، عين الجراج كذلك، كلهم وافدون على هذه العيادة. تم تسجيل دراسة الحمد لله، دراسة من أجل إعادة ترميمها وتهيئتها، دراسة موجودة على مستوى مديرية تجهيزات عمومية بسطيف. انتظار إن شاء الله الإعلان عن بداية الأشغال في القريب العاجل إن شاء الله، من على الوعود التي قدمها السيد والي الولاية وهو مشكور، وسجدد شكري له نيابة عن كافة سكان البلدية. ماذا عن الملاحظات التي سجلت فيما يخص مصلحة التوليد؟ نعم، تم رفع بعض التحفظات من طرف مدير الصحة الجوارية ببقعة كذلك، من خلال توفير طبيب وطبيبة الدوام إلى غاية الساعة 8 ليلا متوفر الحمد لله. سيارة الإسعاف متواجدة، تم توفير سائق من طرفنا نحن البلدية، في انتظار توفير سائق من مديرية الصحة. مصلحة الولادة تسير في انتظار التكفل بالمخبر والراديو إن شاء الله، وتوفير مناوبة الليلية 24 ساعة على 24 ساعة، وهو أملنا الكبير إن شاء الله. جميل. وماذا عن باقي المراكز وقاعات العلاج، كيف حالها؟ أكيد على مستوى البلدية توجد حوالي 5 مراكز للعلاج، يتم توفير العنصر البشري متوفر والحمد لله في كلتا الجنسين، ممرض وممرضة. المناوبة الطبية أسبوعيا بالتقريب 2 مرات في الأسبوع على أقصى تقدير، الحمد لله الحمد لله متوفرة، خاصة عين العروس تستقبل الفحوصات الأسبوعية للمعاينة. حاليا إن شاء الله حسن نأمل الأحسن إن شاء الله بإذن الله تعالى. من الصحة إلى الأشغال العمومية، طرقات، مسالك، استفادة، ترميمات، ماذا في هذا الشق بالذات؟ فيما يخص التنمية المحلية في مختلف القطاعات، لو تسمح لي سأقدم لك حوصلة شاملة في هذا المجال. في قطاع الشباب والرياضة سنة 2022 سجلنا 3
عمليات. رايحين نختموا بقطاع الشباب والرياضة، وبالتالي معليش نقدموا حوصلة عامة ستكون شاملة لكل إن شاء الله. الميكروفون لك. شكرا. إنجاز ملعب جواري بلوطانت كورت من ميزانية الولاية، تجديد مخابئ اللاعبين بملعب بلدي الشهيد طرشون إن شاء الله من طرف مديرية الشباب والرياضة، تجديد الإنارة للملعب البلدي من ميزانية البلدية الحمد لله. في قطاع الموارد المائية كما سبق وتم الإشارة إليه، في تم تسجيل 13 عملية بمبلغ تجاوز 20 مليار لتحسين نسبة التزود بالمياه الصالحة للشرب، والحمد لله اليوم المواطن يشرب بأريحية على مستوى بلدية حمام قرقور. في قطاع الأشغال العمومية سنة 2022 سجلنا عمليتين للتهيئة، لأننا أخذنا كأولوية قطاع الموارد المائية عكس سنة 2023 الذي ستنطلق فيه أشغال برامج التنمية المحلية إن شاء الله في القريب العاجل. سجلنا 17 عملية بقيمة 4 مليار سنتيم، أخذ منها الري 5 عمليات، أشغال عمومية 12 عملية إن شاء الله للتهيئة. في البرامج القطاعية إن شاء الله سيتم إنجاز الجسر يربط بين قرية العفايف وقرية الطجل، الذي سيربط بالمناسبة 3 بلديات ويفك العزلة بين 3 بلديات، بلدية موكلان، بلدية ذراع قبيلة، وبلدية حمام قرقور. سيكون متنفس وله أبعاد اقتصادية كبيرة على المنطقة إن شاء الله. طبعا هذا الجسر المبلغ المخصص هو المبلغ المخصص بطاقة تقنية حوالي 3 مليار سنتيم، أخذ من صندوق التضامن والضمان التضامن من بين البلديات FCCL. إن شاء الله تم اقتراح إنجازه وهو متوزع على مستوى مديرية الأشغال العمومية. الوالي الولاية أخذه إن شاء الله على كأولوية. مشكور جدا على جهوده التي يبذلها وكذلك اهتمامه البالغ ببلدية حمام قرقور. ما هي القرى التي ربما سيفك عنها وهو يمر أكيد عن واد بوسلام؟ أكيد سيربط بين طرفي واد بوسلام، هو حلم ساكنة بلدية حمام قرقور عموما، وحلم ساكنة 3 بلديات، بلدية ذراع قبيلة وبلدية موكلان وبلدية حمام قرقور، سيربط بين طرفي الواد. أعتقد أنه حتى عنده أبعاد تاريخية أكيد بعد تاريخي جدا، وحتى من الناحية الاجتماعية سيسهل التواصل ما بين العائلات التي تقطع مسافة حوالي 10 كيلومتر إلى 20 كيلومتر زائدة يوميا، مما يكلف الكثير. اليوم الحمد لله المشروع نتمنى أن يرى النور قريبا إن شاء الله، ويربط ما بين البلديات 3. أكمل ربما أهم أكيد تهيئة العيادة المتعددة الخدمات التي نأمل أن تكون سنة 2023 أن ترى النور إن شاء الله وتفك عنا الخناق. نتمنى كذلك أن يتم تهيئة أن يكون رفع العراقيل الإدارية في الحمام المعدني التقليدي حتى نتمكن من إعادة تهيئته داخليا، وحتى المحيط الخارجي الذي خصصنا له مبلغ مهم إن شاء الله. ما يخص كذلك نحن على مقربة من إعداد الميزانية الإضافية التي لأول مرة في بلدية حمام قرقور بعد العجز الذي سجلناه السنة الماضية. اليوم إيرادات البلدية ارتفعت بحوالي 80%، سيسمح لنا بأريحية مالية من أجل خدمة التنمية المحلية والمواطن في البلدية إن شاء الله. أرقام مريحة يعني ما شفناهاش في عدد من البلديات. الحمد لله. طيب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حمام قرقور، علاقتكم بالجمعيات والمجتمع المدني أكيد هي من توصيات الوصاية العليا. أكيد نحن نعمل في التشاور مع كافة الأطراف خاصة الجمعيات. وبهذه المناسبة أجدد طلبي للسيد والي الولاية من أجل التكفل بتغطية الملعب البلدي بواد سبت، وإنجاز ملعبين جواريين بكل من حمام قرقور وولاد عياد لاهتمام بالشباب، خاصة أن البلدية فيها 6 نوادي منخرطة في الرابطة الولائية لكرة القدم. مؤخرا زاروكم حتى من خارج الوطن يعني. أكيد من تونس مثلا. تنظم دورات وطنية وولائية وحتى دولية على مستوى البلدية. الملعب البلدي الوحيد المتواجد على مستوى البلدية يشهد كذلك اكتظاظ كبير، كثافة
مما يجعل المطلب الساكنة والشباب خاصة وتلقاها يوميا بتهيئة ملاعب رياضية لتفي بالغرض من أجل تأطير هؤلاء الشباب والابتعاد بهم عن الآفات الاجتماعية. بإذن الله تعالى. رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حمام قرقور فتح بن خولة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في حديث التنمية. شكرا لكم لتحتم لنا هذه الفرصة لتقديم توضيحات لازمة للمواطنين، وجدد الشكر لكم والامتنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشكر موصول كذلك لكل المستمعين أينما كانوا وحيثما وجدوا. هذا رياض معزوزي من مقر بلدية حمام قرقور يحييكم. نتمنى أن نلتقي في عدد آخر من برنامج حديث التنمية. لكم منا أطيب المنى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديث في التنمية. حديث في التنمية. حديث في التنمية، متابعة دورية لمسار التنمية عبر البلديات.